موظف مثلا في شركه يقول لك انا مطحون شغل وفي الاخر قيموني غلط والتارجت بتاعي مش هاخد عليه الانسنتيف اللي المفروض اخدها. ليه؟ لان هو بيقيم نفسه تقييم لحظي، هو تعب في اخر كوارتر، هو تعب في اخر شهرين، لكن التقييم التراكمي بتاعه بيقول ان هو ما حققش التارجت. عشان كده بنقول يا جماعه ما تسخنش في اول السنه قوي وتقعد تحط لنفسك اهداف كتير وتقول انا هبدا وهشتغل، لان السنه لو انت ما بنيتش فيها عمل تراكمي بطيء صغير وبقى جزء من عاداتك، هتيجي تلاقي نفسك في اخر السنه حطيت احلام كتير قوي وما حققتش منها حاجه. انت انسان في الاخر يعني بتنسى، هتنسى اللي انت حتى لو كاتب في ورق، حتى لو عمل حاجه. فعشان تحقق الهدف بتاعك خلي الاهداف دي زي ما بيقولوا سمارت، يعني فيها نسبه ان ممكن تتحقق وتبقى بسيطه فوق كل واحد بامكانياته. انا اقدر اشيل 10 كيلو غيري يشيل 20 كيلو، نفس الكلام كده في الاهداف. حط اهداف سيمبلي كلير شير، ينفع تبقى واضحه وبسيطه وينفع تنقلها وتبادلها بينك وبين الناس، كده تقدر تحقق الاهداف بتاعتك. لكن لو كترت الاهداف عليك فوق امكانياتك الموضوع هيبعد عنك جدا.